مساء الخير، وحشتوني. الحمد لله احنا ماشيين على الاستمراريه، وباذن الله يعني مش هنقف عن الفيديوهات تاني. فجبت القهوه بتاعتك، يلا بينا. هنتكلم النهارده على بلد كانت ماشيه. نرجع في موضوعنا. هنتكلم النهارده على بلد كانت ماشيه في طريق ضلمه وبدماغها، ورجعت لسكه النور تاني. كولومبيا من زمان بلد خضراء وفيها جبال، والمطر شغال عندهم طول السنه، يعني الارض عندهم مثاليه لزراعه شجره القهوه. واول مره القهوه تدخل كولومبيا كانت عن طريق قسيس اسمه فرانسيسكو روميرو، كانت في القرن ال 18. الراجل ده قال بدل ما اعاقب الناس على ذنوبهم اخليهم يزرعوا شجره قهوه، ومن هنا بدات الزراعه تنتشر واحده واحده. وفي سنه 1960 القهوه بقت مصدر دخل رئيسي في البلد، وبداوا يصدروها. بس في الثمانينات الكارثه حصلت. ايه بقى اللي حصل؟ ظهر واحد اسمه بابلو اسكوبار، اكيد كلنا سمعنا عنه. ده مش مجرد تاجر مخدرات، ده كان امبراطور، كان زارع شجر الكوكا اللي بيطلع منه الكوكايين، وبيصدره بقى لاوروبا وامريكا. ووصل ان ارباحه كانت بتوصل ل 70 مليون دولار في اليوم. انت متخيل؟ كان بيكسب اكتر من الحكومه نفسها. وتخيل بقى اللي هو كان بيبني مدارس ومستشفيات، بس ما كانوش لله، علشان يكسب حب الناس. الواحد مش عايش بحاجه في الدنيا دي غير بحب الناس، ويحمي نفسه برضه. بس المقابل بلد عايشه وسط دم وسلاح، اغتيالات في الشوارع، انفجارات، والحكومه مش عارفه تسيطر. يعني كولومبيا وقتها كانت اخطر بلد موجوده في العالم، والناس اتزنقت. ويا عيني الفلاحين الغلابه اللي كانوا بيزرعوا قهوه سابوا زراعه القهوه وبقوا بيزرعوا شجره الكوكا، علشان لقوها ان هي اسرع واكتر في الربح. اكيد طبعا كانوا بيبيعوا روحهم عشان لقمه العيش. لحد ما حصلت نقطه التحول والعالم بدا يصحى، ومن هنا بدا الضغط. امريكا واوروبا بداوا يضغطوا على الحكومه الكولومبيه علشان يوقفوا تصدير الكوكايين. وفي حملات امنيه ضخمه حصلت، وبابلو اسكوبار اتقتل سنه 1993 واتفككت الامبراطوريه. بس برضه البلد كانت لسه متاثره، ومن هنا ظهر الامل من جديد. القهوه رجعت اللعبه تاني، وظهرت مبادره عظيمه من الاتحاد الوطني لمزارع القهوه. هدفهم ان هم يرجعوا يخلوا المزارعين يزرعوا القهوه تاني، بس كانوا بيدعموهم بمعدات وتدريب وتصدير. واطلقوا شخصيه مشهوره عالميا، راجل لابس قبعه ومعاه حمار، بيمثل الفلاح الكولومبي النضيف. مش نضيف اللي هو بيستحمى، لا، النضيف اللي هو، وبقى رمز للجودة والهوية. وبدأوا يصدروا القهوة سنجل اوريجين، ومن ساعتها كولومبيا رجعت تبني اسمها تاني. النهارده كولومبيا هي تالت اكبر منتج للقهوة في العالم بعد البرازيل وفيتنام. واللي كان بيزرع كوكايين بقى بيزرع بن نضيف بيتباع في اوروبا وامريكا. والسياحة الزراعية عندهم بقت ترند، بقت سوزي الاردنية. الناس بتسافر هناك بتتفرج على مزارع القهوة وبتشرب فنجان من المصدر. لا، الواحد نفسه يروح هناك. يعني من الاخر اللي كان بيزرع موت بقى بيزرع حياة. والبلد اللي الناس كانت بتخاف تذكر اسمها بقت رمز للجودة وانضف فنجان قهوة. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد، واحنا مستمرين. سلام.